السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم من جديد على قناتي سارس كيتشن. فيديو جديد وصفة جديدة. جيت اليوم نشارك معكم بطبوط ناجح كيجي خاوي من الداخل بحشوة لذيذة واقتصادية، واهم حاجة كيوجد دغيا دغيا. وخليكم معايا من الاول حتى الاخير نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات غنحتاجو زلافة ديال الفينو، جوج زلايف ديال الدقيق ابيض، خمارة حمراء، معلقة صغيرة من السكر سنيدة، معلقة صغيرة من الملحة، معلقة كبيرة خميرة فورية، كاس ديال الحليب، وكنكملو بالماء. وبسم الله على بركة الله نبداو نعجنو العجين ديالنا. انا هنايا استعنت بالعجانة، تقدروا تخدموها بيديكم، النتيجة بحال بحال. كيف ما شفتوا معايا درت كلشي في العجانة. كنخلط، عاد كنضيف كاس صغير ديال الحليب اللي تقدروا تعوضوه بمعلقة كبيرة ديال حليب مجفف. صافي، وكنكمل بالماء حتى كيتجمع ليا العجين ديالي. العجين ضروري يكون مرخوف، ما تخليوش قاصح، يكون مرخوف باش هكا البطبوط ديالكم يجي خفيف. وهذا هو القوام اللي حصلنا عليه. خص العجينه تجي خفيفه. صافي، كندهنوها بمعلقه كبيره ديال الزيت، وكنغطيوها بلاستيك غذائي، وكنخليوها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه ديالنا. وندوزو نوجدوا الحشوه ديالنا في مقلاة تاع القليم زيت المائده، معلقه كبيره ديال الزبده، وبصله متوسطه اللي شلطتها رقيقه، وكنخليها تشحر حتى كيذهب اللون ديالها. وهنايا غنضيف فلفله حمراء وفلفله خضراء اللي تا هما قطعتهم مربعات صغار، وكذلك جوج خيزويات صغار وجوج قرعات صغار اللي حكيتهم في الحكاك في الجهه الغليظه. عفوا، تقدروا تضيفوا اللي متوفر عندكم في الحشوه ديالكم. صافي، وهنايا عندي شويه ديال الكفته، تقريبا 200 غرام، وكذلك ضفت التوابل، القليل من الملح، القليل من الابزار والكركم، فلفل احمر، سكينجبير، والثوم مجفف، وكذلك البصل مجفف، اختياريين ماشي ضروريين. وضفت حتى السودانيه. وهنا في الاخير غنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس وجوج قطع من الفرماج. تقدروا تضيفوا اللي بغيتو، جبن مثلث اولا هذا ولا اللي كتفضلوا. وفي هذه الاثناء هذه كنرجع العجين ديالي كنلقاه اختمر تقريبا نصف ساعه، كيكون خمر. وهنايا غندوز نشكل الكرات ديالي ونعمرهم. انا هنايا درتهم بحجم متوسط، تقدروا تصغروهم اولا تكبروهم اللي بغيتو. وغنبدا نبسط الكرات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. حاولوا انكم ما تضغطوش من الوسط بزاف باش هكذا ملي تكونوا كطيبوهم ما يخرجش الحشو. عفوا. وكنبدا نجمع البطبوط ديالي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا
بكل سهولة حتى كنكمل جميع الكرات اللي عندي. من بعد كنبدا نكرس البطبوط ديالي بشويه ديال الفينو. هاد البطبوط هذا ما كيحتاجش يختمر المره الثانيه، غير كنسالي وكنبداو نطيبوه مباشره. وغنبدا نطيب البطبوط ديالي هنايا في بلانشا اولا مقله ثقيله. كندير شويه ديال الزيت وكنحط البطبوط ديالي كما قلت لكم، ما كيحتاج انكم تخليوه يخمر المره الثانيه، كيجي خفيف ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، غتولي عندكم معتمده. صافي كنبقى مستمره كنقلب البطبوط ديالي وكندورو حتى كيطيب من كل الجهات. هنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من دعمكم، والى اللقاء بالصحه والراحه.